هذا هو الجزء الثاني من فيلم فينوم. الجزء الاول غتلقاوه في الوصف اولا في اول تعليق. كيبدا الفيلم ديالنا في 1996 في الماضي، في واحد السجن خاص بالمجرمين اللي كيعانيو من امراض نفسيه. غيكون تما واحد القتيل سميتو كريتوس، واللي كان كيدوي مع صديقته اللي سميتها شريك من مورا واحد الحيط، حيت كل واحد فيهم مسجون في غرفه بوحدو. شريك غتكون عندها قوه خارقه ولكن ما كتقدرش تحكم فيها. هادشي اللي كان معصبها بزاف وخلق لها بزاف ديال المشاكل. واحد النهار البوليس غيقرروا ينقلوها لواحد السجن اخر اللي غيقدروا فيه يسيطروا على القوه ديالها. كليتوس منين يحولوها غادي يتعصب غيبقى فيه الحال، وهما غاديين بها. شريك غادي تخدم القوه على واحد الحارس كان حاطيها تما. غتبدا كتغوت بصوت عالي بزاف وغادي تلاح على الحارس. هو باش يحمي راسو غادي يجبد السلاح وغادي يطفلها الضوء ديال عينيها ونقلوها للبلاصه ديالها وعالجوا لها عينيها، وغتكون محكوم عليها تبقى طول حياتها في هاد البلاصه. نرجعوا للوقت الحالي وغتبان لينا شريك باقا محبوسه، وغيكونوا بدلوا لها عينيها بوحده اخرى اصطناعيه. الحراس اللي مكلفين باش يعطيوها الماكله غيكونوا كيديروا جميع الاحتياطات باش ما يتاثروش بالقوه ديالها، وغيكونوا في كل وجبه كيعطيوها جورنال معاها. منين دخلوا ليها الجورنال كيف ما ديما غادي تقرا فيه باللي صديقها كليتوس تحكم عليه بالاعدام بسبب الجرائم والخسائر اللي تسبب فيهم، وغيكون ايدي هو اللي كاتب هاد الخبر. شريك غادي تصدم وغيبقى فيها الحال بزاف. في جهه اخرى غيبان لينا ايدي كيهضر مع الضابط باتريك. الضابط غيطلب منه يسول كليتوس فين مخبي الجثث ديال الضحايا اللي صفاها ليهم، حيت كليتوس غيكون كيتيق غير في ايدي وما كيبغيش يهضر مع شي واحد اخر من غيره. فينوم غيخرج وغيبغي يصفيها لباتريك حيت ما كيبغيش شي واحد يامره او يفرض عليه شي حاجه. تما ايدي غيتصرف وغيجرو في اخر لحظه وغيتخباو في الطواليطات. تما غيبقاو كيتخاصموا. ايدي غيقول ليه بلي ما بغيت حتى واحد يشوفك او يعرفك باقي معايا. من بعد ايدي غيقصد كليتوس وغيبدا كيسولو على فين مخبي الجثث ديال الضحايا. كليتوس كان مفاربل. تما غيقول ليه غنعاود لك القصه ديالي باش تكتبها في الجريده ديالك وعن طريقه توصل الرساله ديالي للمعجبين ديالي. ايدي غيوافق وغيتحرك في حاله. وهو خارج فينوم غيقول ليه يشوف الرسومات اللي كاتب كليتوس في الحيط. ايدي بالفعل غيبقى كيشوف فيهم. منين خرج من تما غيتلاقى مع الضابط غيقول ليه واش عرفتي منه البلاصه فين كاينين الجثث. ايدي غيقول ليه ما عرفت والو، هادشي خاصو الوقت بزاف. الضابط غيقول ليه الا عرفتي اي حاجه علمني بها. وايدي جالس في الدار. فينوم غيتفكر الرسومات اللي شاف في الزنزانه عند كليتوس وغيسيطر على ايدي وغيبدا كيرسم فيهم كاملين. وتما غيستجمع الاحداث وغيكتشف البلاصه فين كاينين الجثث. ايدي غيبلغ البوليس والصحافه وراهم البلاصه فين كاينين، والضابط ما قال ليه والو. هو غيتعصب على ايدي حيت قالها لكل شيء الا هو. من بعد ما تلقاو الجثث كليتوس غيتحكم عليه بالاعدام بسبب الجرائم اللي تثبتوا عليه. كليتوس وشريك غير سمعوا هادشي غيتعصبوا بزاف. في جهه اخرى غيكون فينوم مقطوع على ايدي وكيعير فيه وغيطلب منه يخرجوا يتقاتلوا مع شي وحدين. ايدي غيكون رافض هاد الفكره حيت البوليس الا عرفوا باقي عايش غادي يحبسوه هو وياه. تما فينوم غيقول ليه بلي طلع ليه الدجاج في راسو وقال ليه بلي مشى هي ياكل لحم البشر. ايدي ما غاديش يديها فيه وغيكمل خدمته، ولكن فينوم غيتحكم فيه وغيخسر ليه الخدمه. تما ايدي غيتعصب وغيقرر يمشي للسوبر مارشي ديال تشين، واللي كانت هي الوحيده اللي عارفه بلي فينوم باقي مع ايدي. منين دخلوا عندها غتقول لهم بلي الحلوه تقادات وما بقاتش. تما ايدي غيقرر يدي لواحد الفيرما ديال الدجاج ويخليه ياكل داكشي اللي بغا. فينوم غيكون طلع ليه في راسو الدجاج وما بقاش حامل ياكلو. هو غيقول لايدي وصحيبي راني بغيت لحم بنادم ماشي دجاج. وهما كيهضروا فينوم غيشوف واحد الشفار كيتعدى على واحد المراه وبغى يدي لها رزقها. تما غيقصدو غيعتقها منه وغيكون فرحان حيت اخيرا غياكل لحم البشر. ويلا بغى يصيفطوا للمعده غيحبسوا ايدي وغيقول ليه واخا هو كيتعدى على الناس ولكن ما يستاهلش يموت. فينوم تما غيتعصب عليه وغيلوحو من فوق السطاح وغيخليه معلق تما. وهو معلق غتصوني لاني وغتقول ليه بلي بغات تشوفو. ايدي غير سمع بغات تشوفو غيطير بالفرحه ويتسحب ليه بلي توحشاتو وبغات تشوفو، ولكن غير مشى عندها غتقول ليه بلي قريب غادي تتزوج بدان وغادي توري خاتم الخطوبه. ايدي غيتصدم وغيبقى فيه الحال. اني حسات بيه وعرفت بلي باقي في الداخل ديالو فينوم وكان كيدخل وكيخرج في الهضره. تما هو غيتحرك في حاله قبل ما يقول شي حاجه ما هياش لاني. وهو غادي في الطريق غيبان بلي مدمر وهادشي اللي قالت لي اني حطمو بزاف. من بعد ايام غيصيفط ليه كليتوس برا فيها القصه ديالو كيف ما اتفق معاه. يجي غيبدا كيقرا فيها وغيعرف بلي كليتوس ملي كان صغير غادي يدفع جده من الدروج وغيصيفطها تسرح النعام في الاخره. من بعدها غيصفيها المو ملي كانت في الدوش وغيصيفطها حتى هي. الاب ديالو منين عرف ولدو مزعزع في عقلو غادي يديه
يديه لواحد المركز ديال رعايه الاطفال باش يتكلفوا به. كليتوس ما قدرش يتعايش مع الدراري تما وكانوا كيعنفوه وكيضربوه، ولكن في واحد النهار غادي يتلاقى مع شريك وغادي يدافع عليه بقوه ديالها، ومن ديك الوقيته هما كيبغيو بعضياتهم. يجي بقى فيه كليتوس وحس بالشفقه من جهته، تما غيقرر يمشي عنده السجن باش يهضر معاه وياخذ منه معلومات يقدروا ينفعوه قبل ما يعدموه. يدي غيسجل المحادثه بواحد المسجل صغير، ولكن كليتوس كان ما باغي يقول ليه والو حيت عرف باللي ايدي هو السبب في الحكم عليه بالاعدام. تما غيتزايدوا في الهضره، كليتوس غيقول واحد الهضره خايبه لايدي، تما فينوم غيهجم عليه وغيبغي يصفيها ليه، وفينوم قاجو. كليتوس غيعض ايدي من يديه، تما غيجي الحارس وغيفارقهم. في هاد الوقيته كليتوس غيدوق الدم ديال ايدي وحس بواحد الاحساس غريب حيت كان ضايق الدم ديال مجموعه من الناس وما عمرو حس بهذا الاحساس اللي حس به من مورا ما ضاق الدم ديال ايدي. تما غيجبد الدم ديالو من فمو وغيشوف باللي دمو كيتحرك، تما غيديرو في فمو وصرتو وغيشك باللي ايدي مخبي شي سر. ايدي غير رجع للدار غيبدا كيسمع في الهضره لفينوم على التصرف اللي دار كليتوس، وغيقول ليه باللي انت تابع غير الماكله وكتزيد من دماغك، والا بقينا هكا غادي نتفرشو. فينوم غيقول ليه انت اللي فاشل وانا السبب في انك لقيت الجثث، وكون ما كنتش ما غادي دير والو. تما غينوضوها بيناتهم، فينوم غادي يقج ايدي وايدي غادي يجر ليه لسانو، وفي واحد اللحظه غادي يقرر فينوم يخرج من الجسم ديال ايدي. تما غيخرج منه وغيخرج لبرا، وغير بان ليه واحد خونا دخل ليه الجسم ديالو استولى عليه، وقبل ما يتحرك من تما غيهرس الموتور ديال ايدي. في جهه اخرى غيكون وصل الوقت فين كليتوس يطبق عليه الاعدام، وغير دقوا ليه السم باش يصفيوها ليه. السم غادي يتفاعل مع الدم اللي داق من عند ايدي وغيتحول وغيولي وحش من نفس الفصيله ديال فينوم، ولكن هو غتكون قوته زايده على القوه ديال فينوم وغيكون سميتو كرانيش. تما غيصفيها لكاع الناس اللي كانوا تما وغيدمر البلاصه ديال الاعدام. من بعد غيخرج لبرا ديال السجن، تما غيبداو كيتيروا عليه الحراس بالقرطاس، ولكن ما داو منه لا حق لا باطل. هو غيجمع عليهم وغيصفيها لهم كاملين بكل سهوله. من بعد غيهرب من الحبس. هذا الخبر غادي ينفجر في الاعلام وكلشي ولا كيهضر عليه. يدي غير سمع هادشي في التلفازه غادي يتخلع حيت عارفوا باللي غيجي عنده، وغيزيد يتخلع منين تفكر باللي فينوم ما بقاش معاه. فينوم غيكون كينتقم من الجسم. تما غيدخل لواحد الحفله تنكوريه، الناس ملي شافوه يتسحب لهم باللي شخص عادي وغير داير داك القناع، وبداو كيتصوروا معاه وفرحانين به حيت الشكل اللي كان لابس كان مميز وما كاينش عند شي واحد. فينوم كان فرحان وعايش الرفاهيه عكس العيشه مع ايدي اللي كانت ممله، ولكن في واحد اللحظه غادي يتحمس شويه وغيطلع فوق الخشبه وغيبدا كيقول لهم باللي ايدي كان مخبي على الناس وما بغاش يبينو، وباللي هذه اخر مره غادي يخليه يخبيه فيها حيت هو مميز على كائنات الاخرين وما يستاهلش يتخبى. فينوم واخا كان فرحان ومتحمس في الحفله غيكون كيحس بواحد النقص وكيحس باللي بقى الفراغ ديال ايدي في قلبه، وغيكون توحشو وما كيرتاحش في شي جسم من غير ديال ايدي غيكون جالس في الدار حتى غيسمع الدقان. هو بلغ معاه البارد وخاف، ولكن غير حل غيلقى غير الضابط هو اللي جا عنده. الضابط غيقول ليه باللي كليتوس هرب من الحبس. ايدي غيقول ليه فراسي. الضابط غيقول ليه باللي انت هو الشخص الوحيد اللي درتي معاه بزاف ديال اللقاءات وعارفه مزيان، بغيتك تقول لي شي بلاصه متوقع يكون فيها كليتوس. ايدي قال لي ما عرف حتى شي بلاصه. الضابط غيوصي يرد البال راسو حيت كليتوس اكيد غيبغي ينتقم منه ويرد ليه البلا اللي دار ليه. ايدي غير مشى الضابط غيبدا كيفكر وكيربط الاحداث وكيشوف الرسومات ديال كليتوس. تما غيلاحظ واحد الرسمه فيها واحد الشجره واللي غتكون قدام دار الرعايه اللي كبر فيها كليتوس. ايدي غيمشي تما وغيلقى مرسوم في الشجره شي حروف. تما ايدي غيتصل بالضابط وغيقول ليه هادشي. الضابط قال لي باللي هادوك الحروف ديال كليتوس وشريك. تما غنفهموا باللي الضابط هو الحريص اللي ضرب شريك في عينيها. ايدي غيعرف بان اول حاجه غيدير كليتوس هي غيمشي عند شريك. كليتوس وكرانيش غيكونوا دايرين روينه. تما غيقصدوا واحد وغيصفيوها ليه وغيسرقوا واحد الطوموبيل، وهما غاديين في الطريق. كرانيش غيوعد كليتوس باللي غيعاونوا يلقاو شريك، في المقابل يعاونوا يلقى فينوم. من بعد غيتحركوا لواحد السوبر ماركت، غيضربوا خونا اللي مقابلو وغيدخلوا. تما غيهز واحد البيسي وغيخترق النظام ديال الشرطه باش يعرف البلاصه فين دايرين شريك. بالفعل غيلقى البلاصه فين كاينه، وفي البلاصه غيتحركوا لعندها. غير وصلوا غيرونوها. الروينه في الكوزينه. الطرا اللي جاو فيه كيطفيو ليه الضوء وكيصيفطوا يضرب المسمن في الاخره. بقاو كيشرشموا ليا في بنادم وغيحرروا شريك وغيهربوا. كليتوس والشريك كانوا فرحانين حيت اخيرا عاودوا تلاقاو من بعد مده طويله، ولكن هما فرحانين حتى غيدوروهم البوليس. كليتوس ما كيتكعكعش. تما غيجبد الكابلي وغيهرب ليهم. بقى هو هارب وهما تابعينه حتى لواحد اللحظه غيتحد مع كرانيش وغيتحول، وتما عاوتاني غتبلبل. غيبدا كيهرس في الطوموبيلات ديال البوليس، واللي جا قدامه كيصيفطو يتحاسب. شريك كانت بغات تعاونو بالقوه ديالها، ولكن الموجات ديال الصوت اثروا عليه وبدا كيفقد القوه ديالو. كرانيش حقد على شريك وكان غيصفيها ليه، ولكن غيحبسو كليتوس. في الاخر غيصفيها لهم كاملين وغيكمل طريقو. في جهه اخرى
فينوم غيكون مشى عند شين في الجسم ديال واحد خونا، تما غيطلب منها تعطيه ياكل حيت كان جيعان بزاف وما كيقدرش يتاقلم مع اي جسم. ايدي غيكون الضابط لقى عليه القبض حيت كان شاك فيه وحيت هو الوحيد اللي كان كيقدر يهضر مع كليتوس، وكليتوس غيبان بجسم كائن فضائي غريب. ايدي غير سمع كائن فضائي غيتفكر نهار عضو في يدو وغيفهم باللي تما فين انتقل في الجسم ديالو كائن بحال فينوم، وغيقرر ما يقولهاش للبوليس باش ما يعرفوش باللي فينوم باقي عايش. من بعد غيهضر مع اني وغيعاود ليها البلان وغيطلب منها تجي عنده. غير وصلات غيعاود ليها كلشي وحتى القضيه ديال فينوم بانه باقي عايش وما ماتش، ولكن وقع ليه معاه مشكل ومشى وخلاه، وغيطلب منها تمشي تقلب عليه وتجيبو حيت فينوم ما يقدرش يدير شي حاجه الا ما كانش مع ايدي. وقال لها تمشي عند شي مولات السوبر ماركت حيت هي اللي عندها الماكله وغالبا غيكون مشى عندها. اني غدير داكشي اللي قال ليها، تما غتمشي عند شين غتسولها فين كاين فينوم، ولكن غتلقى باللي فينوم كاين في الجسم ديالها. تما غتبدا تقنعو يمشي معاها عند ايدي باش يعتقوا الناس من الشر ديال كليتوس. بالفعل فينوم غيوافق يمشي، تما غيدخل الجسم ديالها ومشاو لعند ايدي لقسم الشرطه وهربوه من تما. فينوم غيكون ما باغيش ينتقل للجسم ديال ايدي حيت زعما مقلق منه، تما ايدي غيبدا كيطلب فيه وفي الاخر غيوافق. كليتوس وشريك وكرانيش غادي يحرقوا دار الرعايه اللي كبروا فيها كامله وغيقرروا ينتقموا من اي واحد وقف في طريقهم. كريش كانت بغات تنتقم من الضابط وكليتوس من ايدي حيت خلاهم يحكموا عليه بالاعدام، اما كرانيش فكان باغي ينتقم من فينوم باش يكون هو الوحيد اللي بقى على الارض من الفصيله ديالهم، وغيبداو كيطبقوا الخطه ديالهم. واول واحد بداو به هو الضابط، تما غيمشي عنده كليتوس وغيخطفوه غيديه للكنيسه. شريك غتكون مشات للدار ديال ايدي ولكن ما غتلقاهاش، تما غتلقى العنوان ديال اني وغتمشي عندها وغادي تخليها تفقد الوعي باش تخطفها. وقصدات دان وعطاتو دعوه ديال العرس ديالها هي وكليتوس وقالت ليه يوصلها لايدي اولا غادي تقتل اني. دان غادي يتصل بايدي وغيقول ليه باللي شريك خطفات اني وداتها لواحد الكنيسه مهجوره. يجيو فينوم في البلاصه غيقصدوا ديك الكنيسه. شريك كانت بغات تعاون كليتوس ولكن غتاثر عليه بدوك الموجات، تما غيسخط عليها وطفى ليها الضواو. في هاد الوقيته فينوم غيهجم على كرانيس وبداو كيتشاموا التقاشر، غيبقاو دقه فيا دقه فيك وغيبان عندهم نفس النيفو. حتى لواحد اللحظه كرانيش غيضرب فينوم وغيسخو مع الحيط بواحد الماده كانت في الجسم ديالو. كرانيش غيقول لشريك تبع الضابط حتى هرب ليها وتصفيها ليه، تما غتبدا تقلب عليه وغير لقاتو غادي تدق ليه موت في كتفو وغتفقس ليه عينو كيف ما دار ليها. كرانيش غيكون باقي كيتخمج مع فينوم، تما كرانيش غياكل الراس ديال الكاهن وغتزاد ليه القوه ديالو. في هاد اللحظه غيوصل دانو وغيبدا كيخوي على كرانيش ليسانس وغيشعل فيه العافيه، ولكن ما دا منه لا حق لا باطل. تما غيطلع عليه وغيشنق عليه ويلا كان غيقصيه حتى غيصوني الجرس ديال الكنيسه، وكان الصوت ديالو مجهد بزاف وهادشي خلى الكائنات تنفصل على الاجسام ديالها. من الموت. وهنا غيبدا ايدي كيدبز مع كليتوس بلا كائنات. في هاد اللحظه غيرجعوا الكائنات للاجسام ديالهم وغيبداو عاوتاني كيترادخوا. فينوم غيبدا كيدور كرانيش في السماء وغيزدحوا على الحيط وغيعاود كرانيش يتقلب عليه. من بعد غيفقدوا القوه ديالهم وغيختفيو الكائنات. كليتوس غيمشي عند ايدي باش ينتقم منه على داكشي اللي كتب عليه في الجرائد. شريك غادي تلوح الضابط على واحد الحديده وغادي تقتلو. كرانيش غيرجع للجسم ديال كليتوس وغيقول لايدي بلي غيقتل اني قدام عينيه. بالفعل غيمشي لعندها باش يجيبها ولكن ما غاديش تخليه شريك وغتقول لي بلي هي ما عندها حتى شي ذنب في هذا الشيء. كرانيش غتكون طلعت ليها دختنا في راسو، تما غيبغي يصفيها ليها حيت كانت كتشوش عليه بزاف. كليتوس غيبغي يدير المستحيل باش يعتقها ولكن كرانيش كان مسيطر عليه وغادي يغيب شريك. وكرانيش وكليتوس غيتخاصموا مع بعضياتهم وغيكون فينوم كيشوف فيهم وغيبان باللي كرانيش وكليتوس ما مكونينش فريق بحال فينوم مع ايدي. تما غيتحفزوا. فينوم غيهز واحد الحديده وطلع للفوق ديال الكنيسه وحيت كرانيش غادي يقتل اني. فينوم غينقز عليه من الفوق وغيزرع عليه الحديده في راسو. تما كرانيش غيطلق اني للارض ولكن فينوم غيعتقها في اخر لحظه. كرانيش غيتعصب وغيبدا كيطعن في فينوم غتبان ليه شريك فاقد. تما غطيح عليه واحد الفكره، غيشد شريك وغيلوحها من الفوق. تما هي غادي تغوت بصوت عالي وغادي تخلي الكائنات ينفصلوا على بعضياتهم وحيت كان الصوت مرتفع غادي يطيح عليها الجرس وغيصفيها عليها. من بعد ما رابت الكنيسه كليتوس وايدي حتى هما غيطيحوا. تما فينوم غيمشي كيجري وغيعتق ايدي. كليتوس صاح وما بقاش قاد ينوض. كرانيش غيكون جاي عنده باش يعاود يتحد معاه ولكن غيحبسوا فينوم وغياكلو. من بعد غيشنق على كليتوس وغيهزو للسما. كليتوس غيقول لي بلي كنت كنحسبك صاحبي وانت الوحيد اللي كنت كنعاود لك وكنرتاح ليك. ايدي غيقول لي ما نقدرش نعتقك من فينوم وتما غياكل ليه فينوم راسو غيقتلو. في هاد اللحظه غيبان لينا الضابط كان باقي عايش وعينيه كيبان فيهم واحد الضو زرق وهادشي كيعني بانه انتقل الجسم ديالو شي كائن اخر. من بعد مده على هادشي غيبان لينا ايدي وفينوم جالسين في البحر
البحر. ايدي غيقول لفينوم خاصنا ما نتفارقوش ونبقاو دايما مع بعضياتنا، حيت انت كتكملني وانا كنكملك. في الليل وهما ناعسين غتبان لينا البلاصه فين جالسين تبدلات، وهذا الشيء كيعني ينتقلوا عبر الزمن، بالضبط في الزمان اللي كان فيه سبايدر مان، وغيبان ليهم في التلفازه. فينوم غيقول لايدي ما كرهش ناكلو. وتال هنا غيكون سال الفيلم ديالنا. ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وديروا شي تعليق محفز ودخلوا الانستغرام ديالي اللي هو هذا، وتسناو الجزء الثالث ان شاء الله. كان معكم مول الخاص، تهلاو.